احنا غلابه قوي والله. والله العظيم يا ابني انت اضعف من ان انت تواجه الدنيا دي من غير ربنا سبحانه وتعالى. والله ما ليك حبيب الا الله، بس انت لازم تمر بازمات تعرفك ان مالكش حد غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم ان لو اجتمعت الامه على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ما دام ربنا عز وجل ما اذنش ليك بالضرر مش هتضر، وما دام ربنا عز وجل ما اذنش ليك بالنفع والله ما هتنتفع. لو تعرف اكبر حد في الدنيا وعايز تخلص مصلحه والله ما هيخلصها لك الا اذا اذن الله. اوعى تعلق قلبك ببني ادم. لو حكيت لك دلوقتي عن واحد بيجوز بناته للشباب اللي يشوفهم في المسجد مؤدبين محترمين بيصلوا في حالهم وماسكين المصحف والكلام ده كله، وعرفت ان اتجوز 2 شباب بالطريقه دي، والشابين دول بيجوا معاك المسجد لقيتهم مبسوطين ومرتاحين وكانوا معاهم عجل بيجوا معاهم عربيات. بالله عليك انت لو بتحب تصلي في التكييف والتكييف اخر حته في الجامع والحاج ده بيصلي اول واحد في الجامع والدنيا حر موت، هتصلي فين؟ جنبه؟ ده انت هتصلي قدامه. بالله عليك هتقرا قران ازاي؟ هتسيب المصحف؟ هتشغل نفسك باليوتيوب والفيسبوك ممكن ترمي الموبايل في البيت اصلا عشان تنشغل بالذكر. ويا سلام لو عرفت تعيط دمعتين وتطول في الصلاه. كل ده ليه؟ عشان الراجل عنده واحده ويديك معاها عربيه وشقه. طب بالله عليك ربك عنده كام عروسه؟ ربك عنده كام عربيه؟ ده اللي براك دي كلها بتاعته، ده الفلل كلها بتاعته. عارف الكومباوندات اللي فيها الفلل ب 300 مليون و400 مليون والله العظيم بتاعت ربنا. والله العظيم افخم عربيه انت شفتها في الشارع اللي عقد التمليك اللي كاتبه صاحبها هو في الحقيقه مش تمليك، هو مكتوب حق انتفاع، لكن مين صاحب العربيه؟ يرث الارض ومن عليها. كل اللي عليها بتاعه، بس انت متعود تعلق قلبك بمين؟ بالبني ادم. علق قلبك بالغني. انت عارف الخزان بتاع ربنا فيها قد ايه؟ والله العظيم خزاينه مليانه قوي قوي قوي. وقال عن نفسه سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كان واحد يقول لي والله مره حسبها لي محمد صلاح بياخد كام في الثانيه؟ قال لي يا سلام لو محمد صلاح ادانا اللي بيكسبه في يوم ده احنا نعيش ايه متنغنغين. لقيت اخ جنبي يقول له ايه؟ يقول له امال لو ربنا اللي اداك. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علمنا بعد كل صلاه انك تقول بعد الاذكار: اللهم لا مانع لما ايه؟ الله. ما حدش يا رب يقدر يمنع عني ترقيه انت كتبت انها تجيلي، ولا حد يقدر يمنع عني عروسه انت كتبت ان هي تبقى من نصيبي. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. قال يحيى بن معاذ: على قدر حبك لله يحبك الخلق. شوف التعلق بالله بيعمل فيك ايه؟ يقول لك على قدر حبك لله يحبك الخلق. على قد ما انت بتحب ربنا على قد ما الخلق ايه؟ يحبوك. وعلى قدر شغلك بالله يشغل الخلق بامرك، يخلي الناس تمشي في امورك تخلصها لك. وقال الحسن البصري: من عرف ربه احبه ومن عرف الدنيا زهد فيها. دي كلمه دايما كانت على لسان الشباب ساعه الضرب بتاع امريكا وايران. يقول لك يعني امريكا ما تضربش في ايران غير وانا جاي اتجوز. طيب الكلمه دي تدل على ايه؟ ان هو معلق قلبه بالله ولا معلق قلبه بالاحوال الاقتصاديه؟ معلق قلبه بالسياسه؟ معلق قلبه بالحرب؟ يقول لك يقول لهم يا جماعه طب استنوا بس لما ده انا حجزت القاعه. بتكلم مين؟ بتكلم مين انت؟ عشان كده لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر بقى اتعلم الدرس. بقى الناس هايجه كده وسيدنا عثمان انقطع عن الكلام، وسيدنا علي بن ابي طالب بقى شلل مؤقت وكله واقع في الارض، وسيدنا عمر بقى مش عارف يمسك نفسه. ايها الناس ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. خلاص. طب هو سيدنا ابو بكر ما بيحبش رسول الله؟ بيحب. محدش في الدنيا حب رسول الله زي سيدنا ابو بكر، لكن سيدنا ابو بكر كان بيحب ربنا اكتر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. الراجل الواسطه اللي انت عايش في حماه هيموت، وابوك اللي انت مستند عليه ومعاه قرشين هيموت، والراجل مديرك اللي بيحاج عليك في الشغل هيموت، والراجل اللي في البلديه اللي مانع الناس يجوا يأذوك في اكل عيشك هيموت، والله حي لا يموت.